تعال شوف هاي الزبونة شلون رادت تورطني، لكن الله سبحانه وتعالى اللي ستر عليه. ركز وياي. مرة من المرات رحت وديت طلبية الزبونة، تمام؟ دزت لي اللوكيشن ورحت على اللوكيشن، وصلت يعني عمارة سكنية متكونة من 3 طوابق. فقالت لي وصلت هنا، خبرتها قلت لها وصلت هنا، قالت لي بلا زحمة عليك اصعد لي لان ما عنده احد، انا قاعدة وحدي. ما اعرف شنو سبب هذا النقاش او الكلام. فاني عاد على لاهيتي جيت صعدت للطابق الثالث. صعدت لقيت الباب مفتوحة وهي قاعدة على كرسي بالمطبخ. يعني لقيت الباب مفتوح، قالت لي بلا زحمة تطوب. قلت لها لا خويتي هنا وها شاي الطلبية بلا زحمة قومي لي. كان قالت لي لا والله ما اقدر، بلا زحمة حطيها هنا على الكاونتر. قلت لها اخا عيوني ما اقدر اطب، يعني والله العلي العظيم انا كلش حريص من هيك سوالف. فقالت لي والله ماك احد، بس طبب الطلبية هنا وهاي الفلوس. فاني على لاهيتي جيت طببت الطلبية. اول ما طبيت كانوا يطلعون بوجه اثنين، وهنا الكارثة تعال لطشها. كان يقولون انت ايش عندك هنا. والله العلي العظيم، والله العلي العظيم اني دائما من اصور زين ما اصور زبونه نهائيا. يعني افتح كاميرا اخابر بالبدايه الزبون، اذا طلع ولد افتح كاميرا واعوف التصوير مفتوح بالطريق. اذا طلع الزبونه لا اسد التصوير. هنا الله سبحانه وتعالى ستر علي. قلت له البنيه ترى هي اللي قالت لي طبب الطلبيه. كان هي تقول اني ما قلت له انت شو وقت طبيت وشين هاي الطلبيه ايش عندك هنا. فروها علي، 3 فروها علي. فنزعت الخوذه من راسي، بوعت على الكاميرا لقيت جلوب احمر، يعني التصوير مشتغل. والله العلي العظيم ناسي. قلت له تمام راح اثبت لك مصداقيه كلامي، وهاي كاميرا موجوده وفيديو موجود. هي قالت بلسانها. كان قال لي شنو قاعد تصور؟ قلت له اي قاعد اصور. قلت له هي مال فرارات تكبسوني؟ كان قال لي شنو كبسك، شنو هاي السوالف، شنو ما عندنا شغل عمل احنا؟ شو بالله الكاميرا. رويت الفيديو من قالت لي تعال طب. كان قال لي تمام امسح الفيديو وروح. فمسحت الفيديو وقبل رحت. شباب كلش انتبهوا من هيك سوالف زين. انا على نيتي والله العلي العظيم وربك لا مال كاميرا كان رحت بيها. كتبوا هم صاير وياكم هيك مواقف، وكلش انتبهوا من هيك سوالف. فدوا روح.